بسم الله الرحمن الرحيم. الكشري المصري يا جماعة حاجة مصرية في 100%، بمكوناته الجميلة ديت وطعمه الرائع. هتعمليه في البيت بطريقة سهلة جدا، وهقولك على تكات وأسرار كتير فيه هتحببك وتحبب ولادك فيه وتخليكي يقولولك زي ما بيقولولي كده: يا ماما احنا مش بنحب الكشري من بره خالص. أول حاجة هجيب 3 بصلات كده على قد الكمية اللي انت هتعمليها، وتقطعيهم سلايز رفيعين كده، وترشي عليهم معلقة نشا. الدقيق بيحروق في الزيت يا جماعة لما يجي يتقلي، لكن النشا لا. وكمان النشا بيزيد البصلاية قرمشة كده، وبتفضل مقرمشة لحد آخر قطعة فيها. نصلي ونسلم ونبارك كده على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعمل لايك. بالله عليكم لو وصلتي للجزئية دي اعملي لي لايك. معايا بقى نص كيلو مكرونة سباكيتي ونص كيلو مكرونة اللي هي المقصوصة الصغنونة دي. انا بسلق الاتنين مع بعض، غليت الميه وحطيت فيها ملح وسلقت الاتنين مع بعض بياخدوا سوا واحد. نقعت الكوبايه من العدس ابو جبه، وبعد شويه كده ساعه رحت جايه مغيره ميته وحاطه له ميه وبسلقه. كوبايتين رز على كوبايه عدس، ومعايا كيس شعريه. بحط شوية زيت صغيرين كده في قلب المقلاية بتاعتي، وبقعد أحمر فيهم بقى بعد ما بحط عليهم رشة ملح عشان اللون يتوحد. رشة ملح بسيطة كده بتخلي اللون كله موحد زي ما انت شايف. في نفس الوقت بغلي مية علشان لما اخلص تحمير على طول، زي ما انتم شايفين حطيتها على بعضها من سخونية لسخونية فارت اهي. وهسيب الشعرية بقى بشوية ملح كده تتسلق لحد ما تاخد سواها تمام. صفيت المكرونة وشطفتها. الزيت بقى اللي انا هقلي فيه البصل ده هعمل منه كل حاجة. الرز بتاع الكشري هحط منه على الشعرية، اللي بعد ما اصفيها هحط منه على صلصة الطماطم، هحط منه على المكرونة. كل الزيت ده مش هنرميه، هنستخدمه، بيدي نفس وطعم حلو قوي. هنحمر بقى البصلاية بتاعتنا كده، هتلاقيها تاخد اللون الجميل ده. حطيها في مصفى كده وصفيها كويس جدا. صلوا على النبي يا جماعة واعملوا لايك. ما تنسوش تعملوا اللايك. خدت بقى شوية من الزيت هعمل فيهم بقى الرز. بعد ما غسلت الرز على العدس كده، مش هنلحق ننقعه ولا حاجة. نص معلقة كبيرة من الثوم وشوية ملح وكمون وبس. هي دي المكونات اللي بتتحط على الرز بتاع الكشري. هعمل بقى تريكات كده هتعجبكم قوي. انا بسلق العدس ابو جبة 3/4 سليق كده او نص سليق. بحطه بقى بميته مع باقي الرز على العدس، بيدي لون جميل جدا وفي نفس الوقت طعم رائع. يعني العدس الاصفر على العدس ابو جبه على الرز الابيض بيدي كمان لون حلو قوي للرز. هيفلفل بقى منك كده عشان انت حاطه له الميه سخنه، وتسيبيه بقى يتشمع مع نفسه كده وخلاص خلص دور الرز كمان. هناخد بقى من الزيت اللي باقي ونحط على المكرونه ونحط على الشعريه. بتفلفلها بقى وتخليها مش لازقه ببعضيها كده. معايا بقى الطماطم سلقتها بحالها او تضربيها في الكبة قبل ما تسلقيها او في الخلاط. انا سلقتها بحالها الاول مع معلقة توم، وضربتها في بالهاند بلندر كده زي ما هي موجودة في قلب حلتها كده. بتتضرب وبتبقى ناعمة جدا زي ما انتم شايفين. بقى هحط لها شوية ملح وشوية كمون وشوية بابريكا، وكمان ربع كوباية كده من الخل. هنروح نعمل الدقة بقى. نص كوباية من الخل عليها نص كوباية من المية، وهحط بقى ملح وكمون وبابريكا وشطة وثوم مفروم عشان يدي النكهة الجميلة بتاعت الدقة. طالعة مظبوطة جدا وحلوة جدا هتعجبكم قوي. الرز استوى بقى تمام، والمكرونة اهي زي الفل وفيها اللمعة الحلوة ومفلفلة ومفرفرة والشعرية والتقلية. كل الحاجات. عملنا بقى طبق سلطة كده بتكتري فيه المية شوية. هتاخدي بقى وتغرفي كده الرز الأول، وراه المكرونة على طول، وبعدين الشعرية. المكونات كلها حلوة يا جماعة وطعمها رائع. هتعمليه بالطريقة ديت هتلاقي ولادك يطلبوه منك كل شوية. جربوا كل حاجة في البيت.